القيادات دائما القيادات عبر التاريخ لابد أن يكون لها خصوصيات في تعاملها، في ثقتها بنفسها، في مشاعرها، في وجدانها. هذا تيسر أو توفر للرئيس علي عبد الله صالح، وهو ما ساعده أن يحقق تلك الإنجازات، وأن أيضا يوفر المناخ الملائم في تلك الفترة. بمعنى استطاع الحوار أن يكون هو الخيار الوحيد بين شرعي الوطن. استبدلت البندقية، استبدلت المدفعية، استبدلت كل وسائل الدمار بوسائل الحوار، وهذا الخيار ما كان لو أن يتيسر لولا التوافق بين الحكمة والبعد الوطني للقيادة اليمنية. وتوفر هذا من خلال أيضا تفاهم بين قيادتي صنعاء وعدن، واستطاعت اليمن أن تتجاوز محنة الفتنة في 79. الميثاق الوطني انبثق منه كما تعلموا كان حوار واسع، يعني تخيلوا بأن الحوار من أجل الميثاق كان بين عدد من القيادات الحزبية كانت موجودة في الحزب الاشتراكي، الممثلين للعمل الجبهوية، وكانت أيضا ممثلين للتيارات السياسية قبل أن يكون هناك مشروعية للتعدد الحزبية أو تعددية التنظيمات في اليمن. انبثق عن ذلك المؤتمر الشعبي العام، والمؤتمر الشعبي العام أيضا يعتبر مساحة واسعة مفتوحة فيها السياسة وفيها التسامح وفيها قبول الرأي والرأي الآخر، وهذا ما فتح آفاق جديدة في الوطن، وما ساهم في الواقع على امتصاص كل المآسي في تلك الظروف الصعبة، ومن ثم الدخول في مرحلة جديدة تجسدت في التعامل الأخوي الودي بين الأخوة في اليمن في صنعاء وفي عدن.
الأخ الرئيس للأمانة أنه حبب إلى نفسه السلام والاستقرار وطريق الحوار فأحبوها الناس، وهذه الطريق محبوبة لدى الجميع. اتباع الحوار، أسلوب الحوار، وفي نفس الوقت التفاهم والوفاق برغم وجود الكثير من جوانب الخلاف. هذا الأسلوب هو أسلوب عصري وحضاري تميز به الأخ الرئيس. الحروب التي دارت في اليمن عديدة، منها حرب 72 مثلا، حرب 79. حرب 72 كنا معا متوافقين، وكان هو في جبهة تعز، كنت أنا حينها في جبهة قعطبة. أما حرب 79 فكنت أنا في المعارضة، وكان هو على رأس النظام هنا في صنعاء. لكنني أعتز بهذا الرجل وبالحنكة القيادية التي توفرت لديه، وبالقدرات الكبيرة، وبالجوانب الإنسانية العظيمة، وأيضا باستشعاره بالمسؤولية الوطنية الكبيرة، سواء عن من يقاتل معه وفي صفه أو عن من يختلف معه. فمن المعروف عنه بأنه يحتفظ دائما بشعارة معاوية، أي بالتواصل مع من يختلف معه أو يعارضه في الرأي، ولا يقطع صلاته أو تواصله بأحد، ويعتبر الجميع كلهم من أبناء الوطن الواحد، ويستشعر بمسؤوليته إزاء الجميع. فلقد تصرف بحكمة أثناء حرب 79 وما عقبها من حالات توتر كانت موجودة في المناطق الوسطى وفي العديد من المناطق، واتبع وشجع على أسلوب الحوار كأساس لإنهاء هذه الصراعات السياسية التي دامت عدة سنوات. الأخ الرئيس أولا عنده ذكاء فطري، يغبط عليه، ما أقول يحسد، لا، يغبط عليه. وعنده ذاكرة أنا لم أشهد، ربنا يديمها له في حياتي مثلها، لا ينسى الأوجاه ولا الأسماء ولا المحاد ولا الأحداث. أيضا يستطيع أن يتعامل مع الأزمات ليحلها، وهذه ميزات نسأل الله أن تدوم، بس ما تدومش الأزمات، الميزات في حل الأزمات، لكن لا تدوم الأزمات. فبالتالي جاء بعد مقتل الغشمي بالطريقة الشنيعة هذه، والبلد في حالة غليان وفي حالة ارتباك وفي حالة ضعف داخلي في الشمال، واستطاع أن يحول هذا الضعف إلى قوة، واستطاع أن يقيم علاقاته بالإخوان في نظام الحكم في الجنوب، واستطاع أن يخرج شيئا فشيئا من دولة الجمهورية العربية اليمنية، يخرجها شيئا فشيئا من عنق الزجاجة التي كانت فيه لا شك.
وهذه واحدة أيضا من أسرار شخصية علي عبد الله صالح، أنه حتى بوصوله إلى سدة الحكم، سواء عندما كان شخصية عسكرية خالصة أو عندما مدن وتمدن مع قضايا الانتقال بالحياة العسكرية إلى الحياة المدنية والعامة بهذه الطريقة، أعتقد أن واحدة من المسائل التي ساعدته في النجاح أنه لم يستعدي أي من تلك القوى، بل احتوى الجميع وقبل بهم، لكن الأهم أيضا أنهم بهذا السلوك قبلوا به، وهذه أيضا معادلة صعبة لا تتحقق لكثير من السياسيين. لم يغدر بأي صديق أو بأي شخص عرفه، يعني الوفاء من صفاته الدائمة. ظل بنفس توهجه، بنفس بساطته، بنفس تسامحه، بشجاعته وبقسوته ودهائه أيضا. كان بإمكانه هو أن يقوم بعملية تصفية التمرد في المحافظات في المناطق الوسطى دون الحاجة إلى الحوار مع قادة الشطر الجنوبي من الوطن ذلك الوقت، وحتى كان بإمكانه أن يتغافل عن قضية الحوار مع بعض رموز هذا التمرد نفسه له، وحاور كل الأطراف. يعني حقيقة كان حاسما في موقفه، وكان في نفس الوقت منفتحا ومتسامحا، وكانت لديه رؤية، كان يحمل رؤية. عودة الرئيسين طبعا في ظروف اليمن لا شك بأنها تجسد التوجه من ذلك اليوم. يتفضل الرئيس المشير السلال، ويتفضل الرئيس قاضي عبد الرحمن الأذياني، والقيادات تعرفوا يعني كانت القاهرة تزدحم فيها قيادات سياسية عبر المراحل التاريخية سابقة من 62 حتى الثمانينات، فكثير من القيادات عادت بل كلها، والتي بقيت هناك ربما لها حقوقها وهي موجودة هناك حسب ما يروه ويرغبوا فيه. أول شرارة انطلقت في حرب الانفصال في عمران كانت. الفئات التي يعني قامت بالعملية هذه جاءوا إلى صنعاء، فكان يفتكروا يعني واحد غيره كان بيشكل محكمة ميدان في ذاك الوقت. اليوم الثاني التقى بهم وألقى فيهم خطاب وأعطى لكل واحد سلاح، قال هذا سلاحك الشخصي وهذا مصروف، روح للبيت استريح اسبوعين وعد للعمل في القوات المسلحه. يعني في قائد بيعمل هكذا؟ ربما قالوا لازم توفر في الحاكم الصفات، يعني لا نايم نايم ولا داهن داهن ولا راقد راقد ولا قبضه حديديه، لان القبضه الحديديه ايضا مردودها سلبي، وهذا ما يظهر ويلح في الأفق، أنه بعض الأنظمة هذه تستمر في القبضة الحديدية ما بيكتب لها شر، يمكن تمررها سنين لكن ما تستمر. فأحسن شيء هو الشفافية والباب المفتوح، ومع إيجاد الضوابط العين الحمراء الضابط هاي يضبطها القانون، وليس عين الحاكم عندما يغضب، لكن تضبطها المؤسسات ممثلي الأمة. عندما يكون الجدل شديدا والنقد لاذعا يتمتع دائما بسعة صدر كبيرة جدا، وأحيانا هذه سعة الصدر تجعلنا نحن أحيانا حتى نضيق بهذه السعة، خاصة في مقابل بعض الأقوال السياسية التي قد لا تعجبنا نحن أعضاء حزبه أو أعضاء حكومة.